بعد الجواز اكتشفت ان جوزي ما عندوش اهم حاجة عند اي راجل، وبسببه وصلت اللي عمري ما كنت افكر انه يخطر على بالي ان اعمله. انا دنيا، عندي 26 سنة، على قدر عالي من الجمال بشهادة الكل. كان بيتقدم لي عرسان كتير وقت الجامعة، بس بابا كان بيرفض طول فترة الدراسة. وأول لما اتخرجت جالي عريس حكاية زي ما بيقولوا. يومها ماما قالت لي في عريس متقدم لك كويس ومحترم وابن ناس مبسوطين، وبابا مرحب بيه جدا، بس فاضل موقفك، هو مسافر وعايز يكلمك فون تشوفوا بعض الأول. وكملت كلامها بحنان وقالت لي اختيار العريس ده حقك لوحدك، فكري كويس وخدي وقتك. الغريبة اني كنت بسمع من ماما وحاسة اني مرتاحة للموضوع، وفعلا اتعرفنا انا وزياد، ولقيته شخص طيب جدا، وصدمني لما قال انه كان يعرفني من قبل ما يسافر، وانه هو اللي طلب من اهله يطلبوني من بابا. فرحت بكلامه، وخصوصا لما كان بيمدح في اخلاقي واحترامي، وكمان لانه اول راجل اعرفه يدخل حياتي. ومن خلال تعاملي معاه حسيته شخص راقي جدا، ويوم ورا يوم بقيت مهووسة بيه، لدرجة اني مبقاش في موضوع اتكلم فيه مع ماما غير عنه. وكنت بقول لها هو في حد حنين وجنتل قوي كده؟ كانت بتفرح لما بتلاقيني سعيدة بالخطوبة، واني ابتديت فعلا احب واتعلق بيه. وعدت فترة الخطوبة، والغريبة ان طول السنة ما كانش فيه اي مشاكل بينا نهائي. زياد كان مسالم جدا، واي خناقة كان بيعتذرلي حتى لو انا اللي غلطانة، فده خلاني افرح واقول انه بيحاول يرضيني عشان بيحبني. لحد ما اتجوزنا كان بيتضرب بينا المثل، حياة هادية كلها حب، وكتير كانوا بيحسدوني لانه زياد عمره ما رفض لي طلب، وكان كريم معايا جدا على عكس اخوه تماما. كانوا دايما بيقارنوا بيه، وخاصة اننا كنا ببيت عيلة. سلفتي كان كل يوم في بينها مشكلة هي وجوزها، لدرجة ان كبار العيلة كانوا بيتدخلوا دايما وبيحاولوا يحلوا المشاكل اللي بينهم، إلا جوزي الوحيد اللي ما كانش بيتدخل خالص، لا من بعيد ولا من قريب. وفي يوم قلت له لازم تتدخل وتحاول تحل المشكلة اللي بينهم، بس رده على طول كان بيصدمني لما كان بيقول لي ملناش دعوة بحد، احنا في نفسنا. قلت له بصدمة بس ده أخوك الصغير والوحيد، وجوازته واقفة على الطلاق، لازم تتدخل. رد وقال لي ببرود أنا ما بحبش المشاكل، وده طبعي وأخويا عارف كده. في البداية فكرت إن في حاجة بينهم، أو إنه سبق ليه اتدخل وأخوه أحرجه مثلا، فحاولت وأنا بتكلم مع سلفتي أوقعها في الكلام يمكن أعرف منها حاجة. ولقيتها بتقولي أنت مفكرة إن جوزك حتى لو بيت أخوه هيتخرب إنه هيتدخل بخير أو بشر؟ انقهرت من ردها وطريقة كلامها على زياد، وقلت لها بزعل ليه يعني؟ ده أخوه من حقه يقف جنبه. قالت لي ده المفروض، لكن زياد بالرغم إن فيه مميزات كتير إلا إنه ممكن يتنزل عن أي حاجة وكل حاجة في سبيل إنه ما يتدخلش في أي مشاكل كبيرة أو حتى صغيرة. سمعت منها الكلام وجي في بالي كلام زياد ليا على طول، إنه مش بيحب المشاكل ولا حتى بيفكر يدخل نفسه في أي حاجة ممكن تعمل له مشكلة حتى لو بسيطة. الموضوع شغلني بدرجة كبيرة، ولما اتكلمت فيه مع ماما قالت لي بضيق أنا مش فاهمة، انت عايزة تخلقي مشاكل بينك وبين جوزك من العدم يا بنتي؟ هو مش عايز يتدخل في شيء ما يخصوش، هو حر وده عين العقل. ابتديت اقتنع بكلامها واشوف ان دي ميزة من مميزاته، ما كنتش اعرف انها هتبقى نقمة عليا بعد كده. عدت الايام وربنا رزقني بولد اخد كل اهتمامي، وزياد كان بيسافر كم شهر وينزل، كان بيحاول يعوضنا عن غيابه، فكان بيخرجنا بشكل دائم انا وابني. وفي يوم كنا بره البيت وكنت مستنياه قدام محل العصير، واتفاجئت بشاب مش كويس بيعاكسني وبيحسس على ايديا. اتعصبت وصوتت وانا بزعقله. وقتها زياد جري عليا وسألني مالك فيكي ايه؟ قلت له ان الشخص ده مسك ايدي وكان بيضايقني بالكلام. لقيته بصله وقال له بكل هدوء ترضى حد يعمل كده مع اختك؟
رد عليه الشاب بكل وقاحة وقال له: ما حصلش حاجة يا أستاذ، أنا خبطت فيها غصب عني وأنا معدي، هي اللي كبرت الموضوع. رديت عليه وقلت له ببرود: طب اتفضل امشي من هنا لو سمحت. اتقهرت وانا ببص له بصدمة، وخصوصا لما قال لي: ما كانش قاصد بقى، خلاص يا حبيبتي، نعمل مشاكل ليه ونقفل اليوم واحنا خارجين ننبسط. زعلت جدا منه وحسيت ان جوايا نار قايدة، ما بقيتش عارفة انا الصح ولا هو. طلبت منه ان احنا نرجع البيت وما قدرتش انام في اليوم ده. وتاني يوم نزلت اقعد مع سلفتي شوية، فحكيت لها اللي حصل وسبب زعلي، فقالت لي بحزن غريب: يا بختك بيه، ده انسان متفاهم مش زي اخوه اللي قلب حياتي كلها نكد على اتفه الاسباب. لو بصيت بس من البلكونة تبقى حكاية، لو كلمت حد من اهلي او حتى اخوه تبقى مشكلة. هي كانت قصدها تهديني، بس ما تعرفش ان جوايا قهر وكلامها بيزوده. ولقيتني بقول لها بانكسار: تعرفي اني نفسي اعيش الحياة دي. اتصدمت من كلامي وقالت لي: لا، دي مش حياة، بلاش تطلبي كده لنفسك، انت معاكي راجل طيب وبيحبك. صدقيني احمد جوزي طبعه صعب وغيور جدا، وده سبب مشاكلي المستمرة معاه. وفجأة واحنا بنتكلم تليفون جوزها كان على الشاحن، رن اكتر من مرة، فقلت لها بهدوء: قومي ردي وقولي اللي بيتصل انه خرج ونسي تليفونه على الشاحن. قالت لي بصدمة: مستحيل طبعا، مستحيل ارد على راجل غريب، مش بعيد يتهمني فيه. سبتها وطلعت شقتي وانا بعيد شريط حياتي قدام عيني مع زياد. انا عمري ما حسيت انه غيران عليا، بالعكس بيكون موجود ويقول لي شوفي مين على التليفون وردي عليه عادي، وبيبعت لي اي حاجة مع اصحابه عادي جدا، وعارف انهم بيتكلموا معايا بحكم انهم جايبين لي حاجة من عنده، خاصة وهو مسافر. وعمري ما شفته زعلان. ايوه كنت بقول ده جنتل ومتفاهم جدا، بس الغريب اني ما بقتش شايفة ان ده تفاهم، لا، ده معناه انه مش بيغير عليا خالص. تفكيري كله راح لنقطة واحدة بس: لو بيحبني بجد اكيد هيغير عليا، او انه مش شايف فيا الست اللي يتخاف عليها. معقول مش شايفني ست اصلا؟ عقلي جاب لي مواقف كتير جدا حصلت قبل كده واكدت لي انه ما يعرفش يعني ايه غيرة ولا حب. اكتشفت انه بجد مش بيحس زي كل الرجالة، هو بس عاوز حياة هادية ومستقرة والمركب تمشي زي ما بيقولوا. كلمت ماما والتاني مرة اشتكي لها من زياد، ردت عليا بعصبية كعادتها وقالت لي: انت مش لاقي حاجة تعمليها عشان تبوظي بقى حياتك، ده اكيد حسد من كتر كلامك مع سلفتك عنه. قلت لها بانهيار: انت مش حاسة بيا ولا هتقدري تفهميني، انا بقيت بحسد اي واحدة من اصحابي لما اقول لها تعالي نخرج وتقولي جوزي مش موافق. بحسد سلفتي على عصبية جوزها عليها عشان لبست حاجة خفيفة او ملفتة قدام جوزي، بالرغم ان جمالها عادي. بقيت اقصد البس لبس ضيق اخرج بيه عشان بس يعترض، بس مش فارق معاه وكل طلباتي مجابة. ردت ماما عليا باستنكار وقالت لي: انتي مستكترة على نفسك النعمة وراحة البال، جوزك بيحبك وبيثق فيكي، مش محتاج يشد عليكي بالشكل ده. كلامها كل مرة بيحطني بين احتمالين، بس المرة دي مش هلجأ للاحتمال اللي يضمن راحتي. كنت عايزة أتأكد هل هو فعلا بيثق فيا جدا ولا أنا مش فارقة معاه من الأساس. وفي يوم تليفون زياد رن وكالعادة قال لي أرد. فتحت الموبايل لما لقيته عادل صاحبه، واتعمدت ان ارد بكل دلع وانا بقول: عادل، عامل ايه يا عادل، ومحدش بيشوفك ليه؟ عادل اتصدم من ردي وبقى يتلجلج في الكلام وقال لي: اديني زياد من فضلك. قلت له بكل دلع: حاضر، معك اهو. زياد رد عليه عادي وخلص المكالمة وهزر معايا ولا كني عملت حاجة. ناري زادت والشيطان لعب في دماغي. أخدت رقم عادل على أساس إنه أقرب صديق ليه ولازم يبقى معايا رقمه، ويوم ورا يوم كنت بكلمه وبحكي له عن مشاكلي، وهو كان بيحاول يهديني ويقنعني إن زياد طبعه كده وإنه طيب زيادة عن اللزوم.
بس مع الوقت الموضوع تطور بينا، وبقى دايما بيحاول يبين اهتمامه بيا. كان حافظ لبسي كله، ولما شافني مرة مع زياد لقيته بعت لي رسالة بعد ما روحت وبيقول لي ما تلبسيش الطقم ده تاني لأنه ما ينفعش يتخرج بيه. والغريبة إني كنت فرحانة بكده، أو بمعنى أصح ده اللي كان ناقصني وكان نفسي أسمعه من زياد. عدت الأيام وخلاص بقت متعودة إن أتكلم مع عادل وأحكي له عن كل شيء خاص بيا، لدرجة إني بقيت باخد رأيه أخرج إمتى والبس إيه وأعمل إيه. ولما زياد كان بيسافر كنت بخرج مع عادل وبقابله باستمرار مقابلات في كافيهات مش أكتر من كده، لغاية لما في يوم مرات عادل شافتنا قاعدين مع بعض في كافيه وصورتنا. وطبعا عادل بعد عني عشان ما يخربش بيته بعد ما مراته هددته إنها هتسيبه وهتفضحه، وهو قال لي كده بالنص أنا حبيتك بس عمري ما أخرب بيتي عشانك يا بنت الناس. قلت له بكسرة طب أنا ممكن أتطلق من زياد ونتجوز حتى لو في السر. صدمني وقال لي اعذريني يا دنيا، مش هقدر، ما اقدرش اتجوز واحدة كانت بتكلمني على جوزها، اقفلي حكايتنا على كده وكل واحد يروح لحاله. وبعد عني تماما، وهو واثق اني مش هقدر اتكلم ولا افضح نفسي، وعلاقته بزياد زي ما هي ولا اكنه عمل اي حاجة خالص. ده غير مراته اللي نظرتها ليا كلها تهديد ووعيد بالصور اللي معاها، ده إذا كانت أصلا ما قالتش لستات البلد عندنا. دلوقتي عادل عايش مبسوط مع مراته ونسيني تماما، بس أنا مش قادرة أتخطى المرحلة دي ولا أعيش مبسوطة في حياتي. مش عارفة أعيش مع زياد تاني ولا قادرة أبص في وشه من تأنيب الضمير. هو مش عارفة أنا دوري إيه في القصة دي، أنا المذنبة ولا الضحية؟ أرجوكم قولولي أعمل إيه؟ أكمل مع زياد وأكفر عن ذنب اللي عملته وأعيش وخلاص، ولا أطلب الانفصال وأبعد خالص لأنه هو السبب في كل اللي حصل لي؟ هل زياد راجل طبيعي ولا فعلا عنده خلل كبير وهو اللي دمر حياتنا؟ مين المذنب، أنا ولا زياد؟